طبعا ربعنا اللي تراسلون احمد شوفوا لنا واحده خلينا نتزوجها. راح من العباس شفتونا عندي مكتب تزويج، عرافل انتو، نثيو فحل. شنو الفيلم؟ شوفوا لنا واحده اخوي احمد نتزوجها. عمي يا زواج هنا. تدرون انتو الشعب الامريكي 70% من متزوجين؟ والله العظيم 70%. شوفوا النسبه ايش قد كبيره، بس هي هاي النسبه للاسف 70% متزوجين. يعني اسير لكم قصه حقيقيه صارت وياي. انا قاعد بنفس الشقه 5 سنين، اوكي، 5 سنين قاعد نفس الشقه، وهاي من قعدنا جيراننا زبينها زين مبطولي. والله لهناك جيب الليف ود الليف ما ادري شنو يحط الشريف. قاعد اقول لك انا ارد اسمك يا ابا اهلا وسهلا، انت عزميني بشنو؟ عرس ابنك شكو، ابنك تخرج؟ قالت لا قررنا نتزوج. شنو؟ قالت إيه احنا ورا 15 سنه من العلاقه وخلفنا وشفنا نفسنا احنا متفقين عاطفيا وداويا نتزوج. فيا اخي يا عراقي يا حبيبي، الزواج بهذا البلد 70% ماكو زواج. الزواج يكون ورا ما يكون الطرفين على اقناع انه انت تقدر تعيش مع المقابلك. اوكي؟ فانت مراسلني زوجني، شو ازوجك؟ خالتي ميته قبل 14 سنه بالقبر، اطلع لك اياها وازوجك؟ زين انت من تعال تزوج هنا انا اطلع شنو مثلا شنو؟ ترى عمي بنت بلدك وبس والله العظيم. وحق هو الحسين احنا كعرب وكشرقيين لو تحط له دبس وراش وصاص وعنبه ما يرهم. يعني ذاك من ذاك اللي نجح في زواجه مع الغير تقاليده او غير حضارته او غير تفكيره. لان انت مهما تكون تفكيرك ومهما يكون انت عايش ببلاد الناس تبقى تفكيرك عربي، ما ينغسل الدماغ. خوش حكي. فاحنا ربعنا زوجني شو زوجك؟ عرفني انت احط لك حله والله العظيم الخيام محترقه. ف رحم الوالديك ورساله تزوجني اقطعها.